وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ له، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود.